سؤال اتكرر كتير جدا على موبايل الايفون الكوبي ايفون 17 بوجه خاص. ايفون 17 بوجه خاص. في ناس بتبيع الموبايل ده ب 6000 جنيه، وتجيب لك وراه كمية هدايا، قال مش عارف جراب ومش عارف ايه، وسماعة بلوتوث وكشاف وحوارات ودوشة كتير. وفي ناس تاني لسه حد بعت لي رسالة الموبايل كوبي عامل 22 ألف جنيه. السؤال الأهم هنا، هل ده كويس؟ هل أشتريه؟ مع العلم في ناس اشترته وندمت بعد كده وحست انه فلوسها اترمت في الارض. طب هل فلوسك اترمت في الارض؟ بالفعل فلوسك اترمت في الارض. يا سيدي الفاضل، انت ماسك جراب، ماسك جراب الشكل بتاعه ايفون 17. هعرفك يعني ايه ايفون كوبي بالتفصيل علشان تبقى انت عارف، وهل فلوسك اللي راح تدفعها دي تستاهل قيمة الموبايل الكوبي اللي انت راح تشتريه ولا لا. اول حاجة صلي بينا كده على النبي. الموبايل اللي انت هتشتريه عبارة عن جراب، وبوردة من جوه بوردة صيني، وهتلاقي من جواها بطارية صيني بسلكتين. تمام. هتلاقي عندك بطء شديد في الحركة، مساحة مش مظبوطة، هيدي لك مساحة 512 أو 256، وهي في الأصل 8 جيجا، و8 جيجا مش فعلية لأنه الجهاز كوبي. شاشة لا تذكر، أهلس مما تتخيل، شاشة مضروبة لا تصح، مشاكل تهنيج، مشاكل شبكة، وممكن كمان بنسبة 90% هتلاقي عليها ضريبة أو مضروب لها سيريال وهتخش في مشاكل. هتقول لي هو ب 6000 جنيه يا سيدي، ماشي. ال 6000 جنيه لو أنت اشتريت موبايل يساوي القيمة دي هتكون أنت من جواك راضي. ولكن لو اشتريت أنت الموبايل ب 600 جنيه مش 6000 جنيه، هتحس إن أنت اتضحك عليك علشان أنت ماسك حاجة ملهاش أي قيمة، ولا ليها وكيل، ولا ليها صيانة، ولا ليها قطع غيار. طب هتقول لي ازاي في تليفون زيه ب 6000 جنيه؟ في واحد جابه ورجعه وكلمني على الخاص وهو عارف الكلام ده، وفي واحد تاني مكتوب التليفون قدامه كوبي ب 22000. في حاجة كوبي مضروبة خالص تحت السلم اللي هي ب 6000 جنيه دي، وفي حاجة كوبي معدلة أحسن شوية. ولكن في النهاية الاتنين زي بعض، ده كوبي وده كوبي. ال 22000 جنيه اللي معاك ممكن تشتري حاجة محترمة جدا وكويسة جدا وتكون أصلية، سواء ايفون استعمال كسر زيرو او سامسونج او اي شركه اصليه. وفي النهايه بقى لو انت عايز تتمنظر او حابب ان يكون معاك موبايل ايفون 17 تدفع في ثمن الكوب 22000 6000 جنيه، هات يا عمي اي موبايل ايفون اصلي كويس وروح اعمل له جراب عند اي حد وركب الجراب ده ومش عارف ايه الكلام ده كله، والمنظر في الاخر ايفون 17، طالما انت اللي يهمك المنظر مش القيمه. تاني حاجة، في حد أنا مش هذكر اسمه علشان ما ينفعش ولا يصح عشان الفيديو ما يتحظرش، في ناس بتبيع الكلام ده، حد يقول لك عندي ايفون ب 6000 جنيه ووراه هدية كذا ووراه هدية كذا ووراه هدية كذا. خد في اعتقادك وتأكد مليون في المية إنك أنت راح تدفع 6000 جنيه أو 1000 جنيه أو أيا كان الرقم، فلوسك هترميها في الأرض. أنا جبت لك الخلاصة وأنت ليك حرية القرار والاختيار، تشتري أو لا. تحياتي ليك، بحبك في الله.